عمرك سمعت عن معجزة بتحصل كل سنة قدام عيون الناس كلها؟ في دير صغير في جزيرة يونانية يوم 15 أغسطس من كل سنة بيظهر مشهد عجيب بيخلي العالم كله يتكلم عنه. تعابين عليها علامة الصليب بتظهر فجأة جوه الكنيسة وبتزحف حوالين الأيقونات والناس من غير ما تأذي حد. إيه حكاية المعجزة دي؟ وليه مرتبطة بصوم العذراء مريم بالذات؟ القصة دي هتاخدك لرحلة مؤثرة جدا مليانة إيمان وحب وحماية إلهية. استعدوا تسمعوا حكاية تخلي قلبكم يتهز. في يوم من الأيام سنة 1705 ميلادياً كان في دير للراهبات في جزيرة اسمها كافالونيا غرب اليونان. دير هادي مليان صلاة وترانيم وحياة بسيطة مكرسة لربنا. لكن في يوم القراصنة الأتراك قرروا يهجموا على الدير، قصدهم ينهبوا ويأذوا الراهبات. الجو اتقلب خوف والرهبة مسكت القلوب. الراهبات ما كانش ليهم غير حل واحد، رفعوا صلواتهم بكل حرارة للسيدة العذراء مريم أم النور وقالوا: يا أمنا يلي عمرك ما بتسيبي أولادك، الحقينا وانقذينا. وفجأة المعجزة حصلت. العذراء استجابت والدير اللي كان هادي بقى مليان تعابين ظهرت في كل مكان، على الجدران، في الساحة، حوالين الكنيسة وجوه الكنيسة. منظر مرعب لأي حد داخل، لكن المدهش إنها ما لمستش أي راهبة ولا أذتهم. ولما القراصنة اقتحموا الدير اتصدموا، لقوا المكان متغطي كله بالتعابين. المنظر خلاهم يجروا يهربوا مرعوبين، سابوا كل حاجة وابتعدوا عن الدير وما رجعوش تاني. ومن اللحظة دي اتسجل يوم مش عادي، يوم حماية إلهية حصلت فيه بمعجزة باينة لكل اللي شافها. ومن وقتها ولحد النهاردة في كل سنة يوم 15 من شهر أغسطس في أيام صوم السيدة العذراء مريم المعجزة بتتكرر. التعابين دي بترجع تظهر تاني، لكن المرة دي مش مرعبة، بالعكس الناس كلها بتيجي من كل مكان عشان تشوف المشهد الغريب. التعابين دي بتظهر بعلامة صغيرة على رأسها على شكل صليب، ولسانها كمان على شكل صليب. بتتحرك حوالين الكنيسة، تزحف على برج الجرس وعلى الأيقونات. والأعجب أثناء القداس التعابين دي بتزحف على أيقونة السيدة العذراء كأنها بتقدم ليها تكريم خاص، وكمان بتيجي ناحية الكاهن والمصلين من غير ما تأذي أي حد. المنظر ده بيتنقل على التلفزيون اليوناني مباشر عشان الكل يشوف من سنة 1705 لحد النهاردة. وبمجرد ما ينتهي القداس التعابين تختفي تاني في البرية ومحدش يقدر يلاقيها ولا يلمحها لحد السنة الجاية، وكأنها بتظهر في اليوم ده مخصوص، بس يوم معجزة العذراء. القصة دي مش مجرد حكاية قديمة، دي شهادة إن أم النور واقفة جنب ولادها وبتحميهم، وإن كل صلاة بترتفع بإيمان بتتسمع وتستجاب. افتكر دايما مهما كانت الظروف حواليك صعبة أو مخيفة، إيد ربنا وأم النور معاك، بيدافع عنك وبيحمي حياتك من كل شر. صلي بإيمان وهتشوف إزاي ربنا بيتدخل بطريقة فوق الوصف. لو عجبتك القصة اعمل لايك وشير وقول رأيك في كومنت، ده بيساعدنا وبيدعمنا إننا نكمل ونستمر. بركة العذراء مريم وصومها المقدس يكونوا معاك. قول أمين. شفاعتك يا عذراء.